والسر اللي عارفاه ان اختها خانت زوجها قبل كده مع صاحبه، واليس بتكون عاوزه تكشف السر قدام زوجها عشان تخرب بيت اختها والابريق يطلع فلوس كتير. لكن فجاه بيصحى ضميرها واليس ما ترضاش تتكلم وتاخد اختها بالاحضان. واليس الابريق السحر بيكون سيطر عليها سيطره كامله، واهم حاجه عندها الفلوس والمال. بعد كده هما الاتنين بيروحوا البيت، واليس بتعرض فكره على جون عشان الابريق يطلع فلوس كتيره، وهي ان يقتلوا شخص من الناس المجرمين ويرموه بره المدينه، وهناك يحفروا له حفره ويدفنوه فيها. ويقتنع جون بالفكره ويروحوا يحفروا حفره في الغابه، وهم بيحفروا الحفره بيحس جون ان الابريق سيطر عليهم هما الاتنين وبقوا ناس مجرمين. وجون بيقول لأليس لازم نبطل اللي احنا بنعمله، الابريق سيطر علينا وبقينا ناس خطر. وساعتها أليس بترفض وتقرر تكمل المشوار. بعد كده أليس بيسيبها ويروح عند دكتور لينك ويقول له على كل حاجه بتحصل من مراته. وجون بيطلب من الدكتور لينك انه يساعده ويساعد مراته، لكن الدكتور لينك بيقول له الوقت فات ومراتك الابريق سيطر عليها وبقت انسانه شريره. لكن جون بيقول له الدكتور لازم تشوف لي حل. قال له الحل الوحيد ان مراتك تسلم الابريق بكل ارادتها. وفي يوم من الايام أليس بتكون في الحمام وبتشوف نفسها في المرايه، لقت المراه العجوزه اللي سرقت منها الابريق قدامها في المرايه، وساعتها بتتخض وتتصارع وراحت غرفتها. وهناك بتلاقي جون قاعد في الشباك وماسك الابريق في ايديه ويقول لها لا تختاريني انا لا تختاري الابريق. وأليس بترد عليه وتقول له انت حبيبي. فراح جون يقول لها لازم تتخلصي من الابريق. قالت له هنتخلص منه بس مش دلوقتي، وانا وعدتك قبل كده اني هتخلص منه. لكن جون بيحس انها بتكذب عليه وفعلا يرمي نفسه من الشباك ويقع على الارض ويفقد الوعي. تروح أليسا عنده وتفضل تبكي وتعيط وتقول له ما تموتش انا مش عاوزه الابريق، وان حياتها من غيرك ملهاش اي لازمه. وبعدها بيفوق جون ويطلع انه لسه ما ماتش. بعد كده هما الاتنين بيرجعوا البيت عشان يناموا وبيسيبوا الابريق على الترابيزه. وفي نص الليل بيحس جون ان في حد بيسرق البيت، وفعلا بيكون في حرامي جوه البيت وبيسرق الابريق. وبيطلع صاحبه إرني هو اللي سرق الابريق. ويقرر أليس وجون انه يروحوا عند إرني يجيبوا منه الابريق. يروح إرني هاجم عليهم وماسك المسدس ويفضل يضربوا ببعض هو وجون. وإرني بيكون عاوز يخلص على جون عشان الابريق يطلع فلوس كتيره، وهما الاتنين يفضلوا يضربوا ببعض لفتره طويله لحد ما بيخش عليهم الاتنين اليهود عشان يسرقوا الفلوس، ويفضلوا يضربوا ببعض لحد ما كلهم يموتوا. وبعد كده جون وأليس ياخدوا الابريق والفلوس ويخرجوا من البيت. وهم خارجين من البيت بيلاقوا الدكتور لينج قدامهم. تروح أليس يعطيها الابريق بكل ارادتها. يروح الدكتور لينج واخد الابريق منها ورميه في البحر عشان يتخلص منه للأبد ويضمن ان مفيش حد هيستخدمه تاني، ويطمح في جمع المال ويبقى انسان شرير وقاتل. وبكده يخلص الفيلم.